السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض عصير الفراولة الخطير اللي هنخزنه لرمضان، وكمان ممكن نشربه زي ما احنا عايزين. الطريقة دي حلوة جدا، ما تعملهوش على طول. الفراولة اول ما تجيبيها ما تضربهاش على طول، تسيبيها فترة تقطعيها هتبك معاكي اكتر. لو ما قطعتهاش هتبك معاكي برضو، بس مش هتبقى بالمية دي كلها. يعني دي كلها هي بكة من بالليل. تمام. دول 3 كيلو فراولة، لكل كيلو كوباية سكر. حطيت عليها السكر وقلبتها، سبتها من بالليل لحد النهاردة. يعني تاني يوم الصبح بصينا عليها ايه، لقيناها مليانة مية، كأني دلقين عليها لترين مية ولا حاجة. تمام كده. طيب يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. يلا نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر، حسب ما يتوفر عندك اضربيها. تعالي نشوف مع بعض. ادي اهو بعد ما ضربتها. على فكرة هي ولا في ريم ولا في اي حاجة، ومش محتاجة خالص ولا نحطها على النار، ولا نحط لها لون ولا اي حاجة، ولا تقطعي لها بنجر، لان هو احمر وطبيعي. يا دوبك عبارة عن 3 كيلو فراولة عليهم 3 كوبايات سكر ضربناهم في الخلاط. نعملهم ننقعهم من بالليل، ولازم نقطعهم عشان يدينا مية اكتر، لان بيخليها ترمي اكتر السكر. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. نصفيها عشان يبقى الخليط طبيعي وسلس. ادي اهو عصير الفراولة بعد ما صفيناه. لو عندك العصير بتاعك مرماش مية كتير، ممكن تزودي كوباية مية ساقعة ولا حاجة، وبعدين عادي اللي هو تقلبيه في بعضه، مش هيعمل اي حاجة خالص، عشان خاطر يبقى المزيج بتاعك متناسب. يلا نعبيه في اكياس ونشوف. ادي عصير الفراولة اهو بعد ما عبيناه في اكياس، هنخزنه لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. وادي الكوباية اللي اتفضلت. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.